اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى كده ان شاء الله فيديو جديد باذن الله. طبعا احب اشكر كل الناس اللي انضمت عندي في القناه جديده. نورتوني وشرفتوني واسعدتوني بوجودكم دايما. ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ابدا ابدا. وعايزاكم طبعا تقولوا لي بتتابعوني منين، ووجودكم يسعدني ويشرفني دايما والله. بحبكم كلكم، بحب كل حد بيدعي لي دعوة حلوة، كل حد بيكتب لي كومنت محترم، كلكم على راسي من فوق. عايزة اقول لكم انتوا، يعني انتوا اهم حاجة في كل حاجة، يعني انتوا الاساس. تمام. طبعا احب اقول لكم كده طبعا، لان انتوا فعلا انتوا الاساس في كل حاجة. يعني انا بقدم محتوى وكل حاجة، بس انتوا الاساس. انتوا كل حاجة حلوة، يعني بمعنى صح. خدوها بقى بأي محمل وبأي معنى، أنا أقصد كل معنى ممكن تفهموه. انتوا سبب فرحتي، سبب سعادتي. وجودكم أصلا بيفرحني جدا. بفتح بس معاكم ببقى مبسوطة جدا بجد من كمية الناس الحلوة اللي بتبقى معايا في البث. انا عارفه ان قناتي لسه صغيره، بس انا ان شاء الله حاسه ان قناتي ان شاء الله هتبقى احسن واحسن بيكم انتوا. بعد ربنا طبعا. التوفيق من عند ربنا وكل حاجه. وانا عارفه ومتاكده والله ان ربنا دايما هيوقف لي ولاد الحلال، وهيكرمني وهيرضيني، لان ربنا عالم بيا وعالم انا جوايا ايه ونيتي ايه. وانا طالعه على السوشيال ميديا، طالعه يعني باب رزق ليا انا وبناتي و... وكتير كتير، يعني 3/4 الناس عارفين كده، او كل الناس اللي تعرفني الحمد لله على اليوتيوب الحمد لله كلهم يعرفوني كويس، وعارفين غدا ايه وبتبسط جدا بكلامهم. بتبسط جدا لما الاقي حد يقول لي يا غادة انتي اللي جواكي، اللي جوه قلبك واضح على وشك، يعني الطيبة اللي جواكي ويعني حد حنين، حد طيب، حد لسانه حلو، هو اصلا باين على وشك، انت مش محتاجة تقولي حاجة. فبفرح جدا ان الناس واصلها ده مني، يعني فاهمين قصدي ايه. ببقى مبسوطة جدا، ببقى سعيدة جدا والله. عايزة اقول لكم انا بالنسبة لي معرفة الناس كنوز. بكلمكم بأمانة، كل حاجة بتروح وتيجي إلا الناس الحلوة اللي في حياتنا. عايزة أقولكم هما بيبقوا مصدر طاقة إيجابية لينا. لما تسمعي حد يقولك كلمة طيبة أو يدعيلك دعوة حلوة، أكيد انتي بتبقي طايرة من الفرحة، أكيد انتي بتبقي مبسوطة، أكيد انتي مش عاوزة حاجة تاني أصلا. فبجد ربنا يخليكم ليا يا رب كده، دايما سند وظهر ليا، وما يحرمنيش منكم أبدا أبدا يا رب كده، ودايما جنبي ومعايا بصراحة والله. طبعا عايزة أقول لكم، بصوا أنا هنا بقى أوضة المعيشة. عايزه اقول لكم احنا اصلا كل قعدتنا فيها. فبصراحه بقى ايه كده، قلت هعمل بقى روتين كده في الاوضه ديت معاكم، هرتبها كده وانظمها. واوضه البنات كمان بصراحه قلت برضه هرتبها معاكم كده. طبعا كل يوم بروق البيت كله ماشي، بس ايه، يعني بصراحه البنات هم دايما بيروقوا الاوضه بتاعتهم، بس انا بصراحه قلت لهم ما ايه النهارده ما تعملهاش، انا اللي هروق الاوضه وانا اللي هظبطها وكده. فطبعا بصوا انا هنا كنت خلصت الاوضه كده خالص. بصوا من وقت للتاني كده في روتين بيبقى عميق، اللي هو بقى إيه انت بتمسحي بقى ال بتمسحي بقى، بتشيلي السجاد وتنضفي من تحتيه ومش عارفه ايه والكلام ده كله. بس عايزه اقول لكم بصراحه المكنسه ديت فرقت معايا كتير جدا والله. هقول لكم ليه فرقت معايا. فرقت معايا لان انا لما كنت بكنس من المكنسه، كان لو في تراب اي حاجه بتنزل تحت الركنه، لكن لما بعمل بالمكنسه مفيش حاجه بتنزل اصلا تحت الركنه. ده معطر اسمه العود الملكي، حلو جدا جدا، جبته من بتاع المنظفات، عجبني جدا جدا بصراحه. هنا بصوا كنت خلصت كده الاوضه خالص. دي ريمز بنتي الوسطانيه. هنا بصوا بقى دخلت على اوضه البنات. طبعا انتوا شايفين هي عامله ازاي دلوقتي، هتبقى حاجه تانية خالص. طبعا الست الشاطرة تخلص بقى اللي وراها بسرعة كده على السريع وتنجز. تمام، تلاقي البيت كله بقى زي الفل. احنا مش بنفتكس، يعني انا ولا بفتكس ولا اي حد بيفتكس. كلنا ستات بيوت شطار، كلنا بنعرفوا نعمله كل حاجة. بيقول لك في مثل بيقول لك اللي فيه عين وراس يعمل عمايل الناس. ف... فانا كده، يعني انا لو شفت حد بيعمل حاجة بلقطها منه يعني.
يعني اعرف مثلا عمل طريقة كده الحاجة دي ازاي مثلا والقطها منه واعملها زيه. وانا اصلا بحب كده دايما، بحب ان انا اتفوق على نفسي يعني. بحب دايما ان انا اسعى دايما ان انا اكون الاحسن، الاحسن في كل حاجة يعني. وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي احلى واحلى. وانا ده ثقة في رب العالمين على فكرة. مش انا كله بحاجة، كل حاجة بايد ربنا، بس انا حاسة ان في خير من عند الله بإذن الله جاي. وربنا كريم ما بينساش حد يا جماعة والله بجد. ربنا كرمه كبير وكرمه عظيم، وبيعوض كتير قوي قوي عن اي حاجة ممكن تكون خذلتنا او اي حاجة زعلتنا. لا ربنا عوضه كبير وعوضه جميل. هنا بقى دخلت اوضه البنات طبعا زي ما انتم شايفين. انا كنت عرقانه مش قادره بقى يعني. انا بقول لكم دلوقتي انا مش قادره بجد. الجو حر وفرهده يعني. ربنا بصراحه يرحمنا. انا عايزه اقول لكم والله ملك قالت لي يا ماما سيبيها انا هروقها. قلت لها لا خليني انا اروقها كده، وهعمل روتين كده في الاوضه واخلصها. طبعا بحبكم كلكم. بحترمكم كلكم. بحترم شخصياتكم وعقولكم. وليكم مني كل احترام وتقدير على فكرة. لان انا طول ما انا بحترم البني ادم اللي قدامي هو كمان هيحترمني. وطول ما انا بتكلم بأدب مع اللي قدامي هيحترمني، حتى لو هو غير اهل لكده. غير اهل لكده يعني هو مش كده تمام. فانتي اللي بتجبري اللي قدامك يحترمك. انتي اللي بتجبري اللي قدامك ان هو يتكلم معاكي بأدب، سواء بقى راجل او ست في العموم يعني. ف... فطبعا ربنا دايما يا رب كده يجعلنا من جبارين الخواطر اللي لسانهم حلو بين الناس، اللي بيحترموا الناس. ربنا يجعلنا كده دايما يا رب كده ويكرمني ويرزقني برزق بنيتي، الرزق الحلال المبارك فيه يا رب يا رب. يرزقني ويرزقكم بحق جاه النبي يا رب كده، بكل خير يا رب وكل حاجة حلوة. و... ويبارك لي فيكم وما تحرمش منكم ابدا ابدا. ان انتوا بصراحة والله والله بأمانة انتوا مصدر سعادة ليا يا جماعة والله. بالأمانة والله. وانا بحب اليوتيوب جدا. بحس الناس اللي فيه كده ناس جميلة. و... يعني لا انتوا فارقين في حياتي بجد والله. انا مش بنزل فيديوهات على طول يعني كل كام يوم كده. بس سامحوني والله. ان شاء الله في فيديوهات جاية حلوة بإذن الله. بس مسألة وقت لبعض الحاجات كده اللي عندي يعني. فانا صابرة يعني كده ان شاء الله خير بإذن الله يعني. ربنا يقدرني بإذن الله. طبعا بصوا هنا بقى الترابيزه دي كده انا حاطه الرماس عليها الحاجات بتاعتها. هي بتحب الرسم قوي فانا حاطه لها بقى ايه. هي حاطه حاجتها هنا ما ينفعش انا اشيلها. فطبعا سايباها لها هنا كده ايه بحيث ان هي ايه يعني تتعامل يعني مع الحاجات بتاعتها. طبعا في حاجات كتير والله عايزه اعملها بس كلها بتسهيل ربنا. واحده واحده يعني. ربنا يرزقني ويرزق الجميع يا رب كده. وارزقنا بجبارين الخواطر يا رب كده. وارزقنا من حيث لا نحتسب اجمعين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم ده روتين اي ست بيت. يومها عادي جدا. يوم بسيط يوم خفيف. خلصت القطين كده ما خدوش ساعه زمن على بعضهم. والله واقل من ساعه كمان. خلصت الاوضه التانية والاوضه دي خلصتهم على طول. وطبعا خلصت بقيه الشقه. بس انا طبعا بصراحه مش هصور لكم بقى كل الشقة. لان لو صورت كل حاجة بعملها بصراحة الفيديو على ما بينزل بياخد وقت كبير جدا بصراحة. فانا لا قلت بصراحة ايه يعني هصور لكم كده ايه كل فيديو كده ان شاء الله اصور لكم جزء ايه انا عملته. بصوا هنا انا كنت خلصت الأوضة خالص تمام. وقلت بقى كده هشفطها بسرعة. وكده ايه زي الفل تمام كده انا خلصت. وبصراحة بقى كان عندي كده طبق لحمة. فقلت اعمله فتة كده ان شاء الله هعمله معاكم دلوقتي. بس كنت سلقت اللحمة بصراحة وكده لان الجو عندي حر مش قادرة اقول لكم. انا في 8 دور فعايزة اقول لكم الجو فرهضة فرهضة يعني. طبعا عايزة اقول لكم كمان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزة اقول لكم كمان اللهم صل على النبي. مامتي عندي النهاردة ربنا يخليها لي يا رب ويشفيها ويشفي كل مريض يا رب. ويشفي اختي. ماما عندي النهاردة فقلت لها بقى ايه النهاردة ان شاء الله بقى كده اعمل لك فتة يا ست الكل.
فقالت لي اللي انت عايزاه، انا اهم حاجه ان انا ابقى قاعده معاكي يعني، فربنا يخليها لي ويخلي لكم امهاتكم يا رب. هنا كنت خلصت الاوضه خالص. هنا بقى العيش دوت انا حمصته كده تحميصه خفيفه بمعلقه سمنه صغنونه خالص خفيفه خالص. تمام. حطيت بقى هنا ايه حبه توم بحمره في الزيت بكزبره، وحبه شطه صغيرين ومرحله مرقه بسمنه بزيت براحتك. زي ما قلت لكم كذا مره انتوا وراحتكم. بحمر بقى التومه ديت وبعد كده بطشها بالخل. تمام كده. وبرش بقى حبه هنا. وعملت كمان الدمعه اللي هي بالصلصه برضو اهي ديت، حطيت برضو حبه كده عليها. تمام. وكنت بقى عملت كمان الرز. طبعا الرز بقى براحتك برضو ايه. في ناس بتحب تعمله بالسمنه البلدي، في ناس بتحبه بتعمله بالزيت والسمنه. كل حاجه يا جماعه حريه شخصيه، وكل واحد يعمل على قد امكانياته، كل واحد يعمل حاجه على قد امكانياته. فبصراحه بقى هنا بصوا خلاص بقى انا احط الرز كده وعلى الفته. عايزه اقول لكم كان طعمها تحفه وعجبت ماما جدا. ربنا يخلي لي امي ويخلي لكم امهاتكم يا رب ويبارك لكم فيهم. ويخلي دعواتها الحلوة اللي انا والله العظيم لو انا ربنا بيراضيني وبيكرمني كده، فانا عايزه اقول لكم عشان دعوات الست الطيبة اللي انا يعني اللي هي تبقى امي وتاج راسي من فوق. ربنا يخليكي لينا يا امي ويشفيكي ويشفي كل مريض يا نور عيني، ويبارك لي فيكي. ودايما بتدعي لي كده دعواتك الحلوة دي اللي هي دايما موقفه لي ولاد الحلال في طريقي ومفرحاني وجبره بخاطري دايما. هنا كنت خلصت الرز خالص كده. عايزه اقول لكم بص الفته كانت تحفه. بس عايزه اقول لكم ان اخدت معلقتين كده بس لان انا اصلا معدتي وجعاني بقالي فتره. فقلت ايه كده كل بس معلقتين كده من نفسي وخلاص. والحمد لله يعني ربنا يرحم ابويا ويرحم او ابهات المسلمين اجمعين يا رب. ويخليكوا ليا وما تحرمش منكم ابدا. واللي ما اشتركش عندي في القناة اتمنى ان هو يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. واتمنى قناتي تعجبكم ان شاء الله كده واكون عند حسن ظنكم كده دايما. هنا بس كنت حطيت بقى ايه التقلية كده بالصلصة كده من فوق. عايزة اقول لكم كانت قمر كانت قمر. واللحمة كده دايبة دوب بسواها حلو جدا طبعا عشان تبقى حلوة وعشان كل البهاريز اللي فيها تنزل. كل ما تسوي اللحمة حلو البهاريز وحلاوتها كلها بتنزل في الشوربة. فهنا بصوا كنت خلصت كده خالص زي ما انتوا شايفين. احط بقى عليها اللحمة بعد ما خدت لها كده صدمة كده في الزيت كده صدمة بس بسيطة كده تحمر وشها سنة كده. وده بقى كان غدانا النهارده بفضل الله. ربنا يدومها علينا نعمة ويحفظها من الزوال ويكفيني شر ولاد الحرام ويكفيكم شر ولاد الحرام يا رب كده ويخليكم ليا اخواتي وسند وحبايبي. وانا بعشقكم عشق والله بحبكم جدا جدا. ربنا يديمكم في حياتي اعلى احلى نعمة. ودايما مع بعض ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله النهارده كده لو الفيديو نزل قبل بالليل فاحنا النهارده ان شاء الله كده هنفتح لايف مع بعض كده حبه كده حلوين كده نقعد نتكلموا مع بعض كده ايه ونفضفض لبعض. وربنا يخليكم ليا احلى ناس في الدنيا كلها. ودايما مع بعض حبايبي وربنا يا رب يبارك لي فيكم. اتمنى والله ان انتوا تيجوا تدوقوا الفته بتاعتي وتعجبكم ان شاء الله. ده كده كان شكل الفته كده بعد ما خلصتها. عايزه اقول لكم والله تستاهل بقكم. اتفضلوا معانا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. يلا باي مع السلامه حبايب قلبي هتوحشوني.